هاي المرأة العجوز نهت حياة زوجها بإيدها، والسبب صدقني راح يصدمك لدرجة ممكن تتعاطف وياها بدل ما تلومها. أنا حسين العنكوشي، وهنا بعالم العجائب تسمع أخطر وأغرب القصص الحقيقية. إذا تحب هالنوع من القصص اشترك بالقناة ولا تنسى اللايك. المرأة اسمها إيلين، عمرها 78 سنة وتعيش في فلوريدا، وهذا زوجها جيري. في سنة 2022 تواجه أكبر كارثة بحياتها. زوجها جيري يتمرض مرض شديد، مرض على حافة الموت، وجيري مو إنسان عادي بالنسبة إلها. هذا حب عمرها الحقيقي، تعرفوا وهم صغار وكبروا سوا ودرسوا بنفس المدرسة المتوسطة وبنفس الثانوية، وبعدين لما صاروا شباب حبوا بعض وتزوجوا وعاشوا حياة كاملة لمدة 53 سنة بدون ما يفترقون لحظة واحدة. بس المرض دمره بشكل كلش قوي، وإيلين اضطرت تدخله للعناية المركزة وتقعد يمه تقريبا 14 ساعة كل يوم. بس المشكلة الحقيقية ما كانت بحالته، المشكلة كانت بالمستشفى نفسها وبالأشخاص اللي يشتغلون بيها. إيلين تبدأ تلاحظ أن الممرضات يعاملون جيري بإهمال، لدرجة أن مرة 2 من الممرضات حاولوا يحركون جيري على السرير، وبالخطأ ضربوا راسه بالخشبة اللي فوق السرير. وإيلين كانت واقفة وقالت لهن انتبهوا، وواحدة من الممرضات ردت عليها بأسلوب كلش مو حلو، وقالت لها أصلا بعد ما تدخل لهاي الغرفة. وإيلين طولت بالها وياهم وبلغتهم أنه هي راح تروح للبيت ترتاح شوية، وطلبت منهم أنه يتصلون بيها إذا صار شي بغيابها حتى تجي تساعده، ووعدوها أنه راح يتصلون بيها. واليوم الثاني تدخل الغرفة وتتفاجأ أن جيري مربوط بالسرير، صار وياه شي بالليل وما حد بلغها مثل ما وعدوها. طبيعة الأمر إيلين بدت تتجادل وياهم وقالت لهم ليش ما خبرتوني، ويردون عليها يقول لها مو شغلنا احنا نخابرك، يعني سوينا اللي علينا. وهاي هي ضاجت وراحت استأجرت ممرضة خاصة تبقى يمها. اكو هنا بأمريكا شركات تقدر تستأجر ممرض خاص، بس الدفع من عندك مو من التأمين الصحي. وبعدين تكتشف انه هاي النورس اللي أجرتها تنام خلال ساعات العمل، وتبدي تتعارك ويا طاقم المستشفى مرة ثانية، وهم هم يكررون انه مو شغلنا احنا نراقب الممرضة الخاصة مال زوجك. وجيري زوجها وضعه يسوء وما يقدر ياكل ولا يتكلم ولا يتحرك، وإيلين تشوف روح زوجها تطلع قدامها وما تعرف شو تسوي. وبعد ايام جيري يعترف لها باللي بقلبه انه ما راح يطلع من المستشفى، واريد الالم ينتهي، ويطلب منها طلب مرعب انه هي اللي تنهي حياته. وإيلين تنصدم، إيلين تحبه، شلون تسويها وشلون تقدر تقتل زوجها، بس بنفس الوقت قاعد تشوفه يتعذب كل يوم وتعرف انه فعلا ما راح يعيش. يظلون اسابيع يفكرون بالموضوع، وبالنهاية يتفقون على قرار واحد، انه هم يموتون سوا. ويجي اليوم اللي اتفقوا عليه، إيلين تدخل المستشفى ومعاها مسدس جيري القديم، تقعد يمه وتسأله متأكد، ويهز براسه ويقولها نعم. ترفع السلاح وتطلق على جيري وتنهي حياته، والمفروض بعدها تصوب على نفسها، لكن تسمع صوت الممرض يركض للغرفة، تأشر السلاح عليه وتصيح اطلع لا تتقرب، اطلع لا تتقرب. الممرض يرتعب ويصرخ انه اكو واحد هنا يطلق النار، اكو واحد هنا يطلق النار. وتبدأ الفوضى والناس تركض والمستشفى يغلقوها والشرطة توصل فورا. يدخلون للطابق يلقون إيلين جالسة ماسكة ايد زوجها والسلاح بإيدها الثاني، وترفع على الباب حتى ما حد يدخل عليها. الشرطة ما تعرف شيء عن قصتها، يشوفون امرأة قتلت زوجها وتهدد بالسلاح، فيحاولون يهدوها، فيقولوا لها ذب سلاحك احنا نريد نساعدك. بس إيلين كانت لحظتها تريد تقرر انه تنهي حياتها، ترفع السلاح على نفسها، وباللحظة الحاسمة الشرطة ترمي قنبلة صوتية تنصدم وتضغط الزناد بالغلط. الطلقة تعدي يم الشرطي بشبر واحد، وترد الشرطة تطلق النار عليها بس ما يصيبوها. واحد الضباط يصيح ارجوك ارجوك لا تطلقين النار، ارجوك ارجوك لا تطلقين النار، عندي اطفال. وهي تقول له انا شو اللي شغله باطفالك. بهاي اللحظة تستوعب إيلين ان الشرطة مفكريها تهدد حياتهم، وهي ما كانت تريد تأذي احد، فتنزل السلاح وترفع ايدها وتستسلم. فيعتقلوها ويطلعوها من المستشفى بالويلتشير وحاطين الكلبشات بإيديها، وهذا تصوير حقيقي. شوف الكلبشات بإيديها، أخذوها للتحقيق وهذا فيديو حقيقي من حاكموها. أفهم براد منشمر، صعب عليك فعلا وبالضغط على الزناد لمساعدة زوجك في إنهاء حياته. أعتقد أن هذا ما فعلته، ولذلك فإن العقوبة اللي سأفرضها في هذه القضية تتعلق بالتهم الأخرى الموجهة إليك بشكل أساسي. لقد استمعت إلى الضحايا اليوم، وأنا مقتنع بشدة بتلك الشهادة حول الصدمة اللي تعرضوا لها، لذا سيدتي سأحكم عليك بالإدانة.
ستكونين مجرمة مدانة نتيجة لهذا الحادث. سأحكم عليك بالسجن لمدة 366 يوما في إدارة الإصلاحيات، وهذا يعني السجن. قرروا يحاكمون إيلين، بس القاضي كان كلش متعاطف وياها ويفهم ليش سوت اللي سوته، بس بالنهاية القانون يبقى قانون، وإطلاق النار داخل المستشفى يظل جريمة حتى لو كان بدافع الحب، وبسبب ظروفها وقصتها أخذت حكم خفيف جدا، انحكمت 1 سنة فقط في السجن.